أول يوم امتحان ثانوية عامة، أول يوم امتحان ثانوية عامة، اصحي اصحي. يا جنى، أول يوم امتحانات الثانوية عامة ليكي، اصحي يلا يا جنى، اصحي اصحي يا جنى يا جنى. عايز ايه؟ يما حد ياخد تحدي كده، قومي يلا امتحانك بتاع الثانوية العامة. امتحاني انا خلصت ثانوية عامة من سنتين. من سنتين؟ امتى ده؟ من قبل ما انت تتولد يا ظريف، وسع كده. ظريف ووسع كده؟ طيب يلا نامي، اتقلبي يلا. ايوه يا ألومي، يعني انت كنت عايز ايه برضو؟ كنت عايزة احكي لك يعني حكمة عن الثانوية العامة. حكمة؟ اللي هو الشخص اللي ذاكر في شهر 4 وجاب 99%، صح؟ صح. نامي، ايه العبط ده؟ انا هعمل اخر محاولة عشان تيجي تعمل معايا الحلقة. لا 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 لا. جنى، جنجون، قومي يلا. حد ينبي شنطته يا جنى. ايه ده يا جنى؟ يا جنى، تك تك يا جنى، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كل ده؟ خلاص خلاص اضغطي ونامي. سيبوها عشان انا عايزة اعمل حلقة. انا هو نام جنجون نام. ايوه ايوه. يا خسارة مرضتش تصحى. تيجوا انتوا احكيلكوا حدوتة الاربع اشخاص اللي في ثانوية عامة اللي انا كنت معاهم. يلا بينا تعالوا. لا 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 لا. ايه ده؟ انتوا جايين ورايا ليه؟ صح، انا اللي قلتلكوا تعالوا. لا 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 لا. زمان قبل ما اكون مع جنى وقعت في ايد اربع اشخاص ثانوية عامة، والاربعة مختلفين تماما عن بعض. حسن وحسام وحسين وعصام. أول واحد كان حسن. حسن كان نفسه يدخل كلية الطب، وكان عارف اللي نفسه في حاجة لازم يذاكر لها ويجتهد لها. كان بيذاكر ليل ونهار ونهار وليل وما كانش بيضيع وقت. ده أنا حتى كان روحي بتخلص منه وهو بيكتب بيا. كنت بقعد استخبى كده في الألحاف والبطاطين عشان ما يلاقينيش. حسن كان لا يكل ولا يمل. أما بقى الأخ حسام ما كانش بيذاكر خالص، كان يعني فين وفين كده. مش عشان هو مش شاطر، لأ، كان نفسه يدخل كلية التجارة. فقال إيه؟ كلية التجارة كلية يعني مش قمة، فهدخلها بمجموع قليل. كنت بستغرب من النظرية دي. كان عشان شايف إن التجارة مش مهمة، خلاص كده كده هتجيب مجموع قليل، وكده كده هي بتاخد من مجموع قليل. حسام لا كان بيذاكر ولكن بيتهاون. أما حسين كان شوية بيذاكر وشوية بيدعي ربنا، شوية يدعي ربنا وشوية كان بيذاكر. بصراحة بيني وبينكو هو ما كانش شاطر، بس حسين كان بيحاول. يا نهار أبيض بقى على عصام، يا نهار أبيض. ايه ده خرجني عن شعوري. لا كان بيذاكر ولا بيفتح كتاب ولا بيدعي ربنا ولا أي حاجة. كل اللي هو فالح فيه انا خايف من الثانوية العامة. وياكل. ما كنتش عارف ايه ده. عصام لا كان بيهش ولا بينش. انا بقى بصراحة كان نفسي اشوف مجموع كل واحد هيبقى عامل ازاي، وهل هيدخل الكلية اللي هو عايزها ولا لا. وفجأة جه يوم النتيجة اللي لا كان على البال ولا كان على الخاطر. الحمد لله، حسن حسونة دخل كلية الطب. ربنا حقق له حلمه. هي اي نعم بعيدة عن محافظته بشوية، بس مش اشكال، الحمد لله دخلها. لان حسن كان بياخد بالاسباب، كان بيذاكر اول باول، ما كانش بيراكم حاجة، كل الكلام ده. لكن الحكمة والموعظة مش عدد ساعات وقعدك على الكتاب. الحكمة والموعظة في كمية تحصيلك للمعلومات. أما بقى الأستاذ حسام حسن، لا دخل تجارة ولا طال النص. ما كانش بيذاكر وما كانش بيعمل حاجة. وبعدين ما تنسوش، حسام قال كلية التجارة كلية مش قمة، وكده كده هتاخد من مجموع قليل. يعني ايه كلية قمة وكلية مش قمة؟ ما انت ممكن تدخل هندسة ولا طب ولا اعلام ولا سياسة واقتصاد وتبقى مش شاطر فيه. هل كده هي اديتك قيمة، ولا انت اللي تدي قيمة للكلية اللي انت دخلتها؟ وحسين ده اللي اقدر اقول عليه ربنا بيضع سره في اضعف خلقه. سبحان الله، دخل كلية حلوة واول سنة جاب فيها امتياز، ربنا كرمه ووفقه. اما بقى الشر بره وبعيد، ربنا ما يكتبها عن السامعين. عصام ربنا يكتب له الخير في كل اللي جاي. ما هو ما كانش بياخد بالأسباب وما كانش بيذاكر ليلة الامتحان. اما قصة موعظة بصحيح. ايه ده؟ انتي مش كنتي نايمة؟ انا اقدر برضه يا ألومي تحكي حدوتة وما اسمعهاش؟ كلي بعقلي حلاوة. بس تعرف،
فعلا الثانوية العامة مش نهاية المطاف وكل الكلام اللي هما بيقولوا ده، أيوة ما أنا عارف. بس احنا بقى ما بنعرفش غير لما بنتخطى الثانوية عامة، وان ربنا بيديلنا فرصة واتنين وتلاتة بعد الثانوية العامة. الشاطر اللي يستغلهم صح، والخايب اللي ما يستغلهمش صح. بس يا ترى المرة الجاية القلم هيحكي لنا حكاية ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي. هنا العنوان، استنونا يوم الجمعة مع الحلقة 25. وها نحن قد اقتربنا من إنهاء الموسم الأول، تبقى من الزمن 5 حلقات.